ليه الجمال لوحده مش كفاية؟ في ساعات بنات بتبقى شايفة ان هي طالما جميلة هو ده مفتاح السحري لحياة سعيدة. انا كده خلاص كل مشاكلي محلولة طالما جميلة، ولو قابلت مشاكل في حياتها تقولك بس فلانة مش بالجمال ده وشوفوا مش عارفة ايه وكلام كده عقيم. اللي هو بصي، هي العقلية دي اصلا لوحدها محتاجة الفيديو ده عشانها اصلا. صباح الخير او مساء الخير ايا كان الوقت اللي وصلك فيه الفيديو ده، لو مهتمة كملي الفيديو. كلنا بنحب نشوف الجمال حوالينا في كل حاجة يعني. هو الجمال نسبي وبتختلف من شكل لشكل، وكل ده مش موضوعنا دلوقتي، بس كلنا بنحب نشوف الجمال فينا في شكلنا في اللي حوالينا في كل حاجة، ان احنا بنحب نشوف ننبهر يعني من الجمال، نقول الله سبحان الله جميلة. بس هو المشكلة ان الجمال لوحده مش كفاية، عشان الجمال بيبقى مبهر بس في الاول. يعني ايه؟ يعني انت جميلة ده هيبقى حلو قوي تمام، ده مدخل مبهر قوي في الاول، لكن بعد كده هتبقى الناس الانبهار هيروح تمام، هي خلاص هتاخد عليكي على شكلك، فتبقى عايزة بقى تشوف شخصيتك، تصرفاتك. الجمال ده جوه وبره بس، فما ينفعش يكون الجمال هو حجر الاساس لعلاقاتك او لحياتك. تاني حاجة اللي هو خلاص عدينا بقى من مرحلة الجمال وانبهرنا والموضوع اتحول لعادي، بعد كده بقى احنا دخلنا في مرحلة ان احنا عايزين بقى نتعرف على بعض. هيبتدي لما انت تتكلمي يبان بقى الفضا، الشخص اللي دايما معتمد على ان هو جميل بس، سواء ولد او بنت ست او راجل، لما يجي يتكلم عارفه اللي هو ايه، اللي هو الترند بتاع الموز الجامد اللي فيها شيء عامله ايه اللي هو كده، فهو بالظبط بيوصل ده اللي بيحصل. هيبتدي لما يجي يتكلم يبان بقى بعد كده الفضا اللي جوه دماغه، هو بيفكر ازاي وطول الوقت بس ده اللي انت بس او اللي انت يعني. هو عموما انا بكلم الستات اكتر من الرجاله، بس هو الموضوع ينطبق على الاثنين يعني. فكره ان هو مثلا هيبتدي بقى يبان الفضاء ان مفيش محتوى جوه، هو بس كل الحكايه وش تمثال شكله جميل بس خلاص، وده مش اللي الناس عايزينه. هو انت بعد كده لما تدخلي في علاقه وتبقي مثلا مع حد عشان انت بس جميله، هو هيبقى عايز، لا هو مش عايز بس كده، هو عايز حد يتكلم معاه، يبني معاه حياه، يناقشه، عايز انسان كامل، مش عايز بس فاترينا او شكل جميل. طب ما يشتري تمثال يتفرج عليه طول الوقت. في بنات تقولك خلاص انا جميله، انا كده حلوه، خلاص انا هجيب العريس السري اللي هيحقق لي كل احلامي او مش عارفه ايه او كده، طالما اما انا جميله انا هتجوز اللي انا عايزاه وكده مشاكلي هتتحل. لا، هو خلينا واقعيين، هو العريس الغني اللي عنده فلوس كتير او السري الثراء الفاحش ده اللي انت فاكره ان هو هيجي عشان يتمن جمالك وياخدك كده بيع وشروه، هو شاف كتير جميلات في حياته. يعني هو مش انت مش اول جميله، سيبك بقى من سندريلا ده مش الواقع، ومستنيه الامير اللي ينزل مع الحصان وينقذك وكده. لا، هو انت لو فارغه من جوه هو مش مستني، مش انت اول جميله يعني قابلها في حياته، هو شاف جمالات كتير قوي، فهو مش عايز بس جميله وخلاص، هو عايز حد يبقى الجمال حاجة مهمة. هي اول حاجة واول مفتاح، والانوثة ومش الانوثة وكل الكلام ده تمام، وانا بقولكيش انت بتهتمي بجمالك ويلا يا جماعة خلاص ننزل كلنا فاهم، ما بنستحماش ما بناخدش بالنا من نفسنا لابسين زفت ونقول اصل الجمال مش كل حاجة. لا، انت الجمال نسبي، بتهتمي بشكلك بجمالك بكل حاجة، احنا مش مضطرين ان احنا نقول الكلام ده كل شوية يعني. تمام. و... وكلنا حلوين، كلنا جميلين، كلنا طعمين، تمام ماشي. وكل نوع جمال هتلاقي حد بيقدره وشايفه جميل، تمام ماشي. ولكن اللي انا بتكلم فيه دلوقتي في البنت اللي شايفه ان هي بجمالها ده هتاخد الشخص لا، هو اكيد قابل كتير قوي في حياته حلوين، وهو دلوقتي مش عايز جميله بس، هو عايز جميله ومثقفه، جميله وطيبه، جميله وتعرف تناقشه وتتحاور معاه، يعرف يشاركها في حياة مش جميلة بس مش فاترينا هيفرج الناس عليها. هو زي ما قلت لك، هو بعد كده مع الوقت فاهم، لو انت معتمد على الجمال بس هيبتدي بقى يبان الفضا، هيبقى يبتدي يبان اللي هو الشخص او شريك حياتك او اللي هو اختارك اصلا عشان جميل، هيبتدي يحس ان لا ده مش كفايه، انا عايز حد اشاركه مشاكلي، او انا عايز حد مثلا يحل. لكن واحده كده اللي هو لايصه طول الوقت، هي مش عارفه، معتمده بس على ان هي شكلها جميل بس، فاترينا بس، تيجي تتكلم هي مش عارفه تتكلم، ما عندهاش حاجه تتكلم فيها، كل محتواها او كل دماغها او كل مش عارفه فاهم ايه، ان هي انا شكلي حلو بس طول الوقت،
هو هيبتدي عايز يدور على الازيد. انا عايز حاجات تانية، ما هو الجمالات كتير بس انا عايز جميلة او حاجات تانية. فعشان كده ما ينفعش ان احنا نقول الجمال بس لوحده مش كفايه، حتى مش في الجواز بس، ده ليكي انت بس. ما ينفعش ان انت طول الوقت تتعاملي مع نفسك ان هو انا جميله، انا كده خلاص قفلت كل ليفلات كل حاجه. لا، ما ينفعش تبقي جميله بس، لازم تبقي جميله وحاجات تانية يعني. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا حاسه ان انا جميله قوي وملكه جمال، واعمل ايه بس وعشان ما بقاش ده بس؟ ولا حاجه. اعرفي قدر نفسك، شوفي فيديوهاتي فهتعرفي انت هتعملي ايه. طوري من نفسك، اقري كتاب، اقري حتى مجلات، اعملي حاجه، اتعلمي مهاره، اعملي اي حاجه. ما ينفعش ان انت تبقي قاعده طول الوقت كده انا باترينا. انت نفسك هتزهقي، انت نفسك هتحسي انت فارغه، حياتك فاضيه. في جمالات كتير قوي سمعنا عنهم ان هم في الاخر انتحروا يعني. فهو الجمال مش كل حاجه، لا ليكي ولا لغيرك يعني. في النهايه كل واحده ليها جمالها الخاص، كلنا حلوين، كلنا نعرف حتى نطلع احسن ما فينا، وكلنا فاهم لما بنعرف نفسنا كويس قوي ونعرف ايه اللي بيليق علينا ايه اللي مش عارفه ايه. فحته الجمال الظاهري دي مفيش بنت وحشه، انا متاكده من كده. كل بنت بس محتاجه تعرف ان هي ازاي تشتغل على نفسها وتبرز جمالها، وتبقى عارفه كويس ايه اللي يمشي معاها وايه اللي ما يمشيش معاها. ودي يعني ليها ناس كتير قوي تشرحها. انا بس كل اللي انا بقوله ان هو ما ينفعش ان انت تبقي معتمده على انا جميله وبس. لا، انا جميله وحاجه تانية، عشان الفضا هيبان بسرعه وهيبان المشاكل، ده هيعمل لك انت بعد كده مشاكل، وهيخليكي ما تعرفيش تعيشي حياه متوازنه او مستقره. لو انت شايفه نفسك ان انت حياتك تمام وان انت جميله والجمال بس، خلاص ما تعدي الفيديو ولا اكنك سمعتيه، وما تعمليش اي حاجه. لو انت مبسوطه في حياتك وسعيده، انا ما بلزمكيش بحاجه، انا بس بشاركك حاجه في وعي دلوقتي، او وجهه نظر ليا دلوقتي، او حاجه انا مثلا عديت بيها او في حياتي مع اللي حواليا يعني. وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا انك شاركتني بوقتك الثمين الذي لا يقدر بثمن. مع السلامه.